قبل ما نبدأ الفيديو ما تنسوش تدعوا للمسلمين المستضعفين في كل مكان. بعد ما خلصنا محافظة سوهاج اتجهنا بعد كده للمحافظة اللي بعدها وهي محافظة قنا. ما تنسوش تدعمونا باللايك والاشتراك عشان نقدر نكمل لحد أسوان إن شاء الله. بعد ما خلصنا معبد أبيدوس ركبنا من البليانة باتجاه محافظة قنا. وصلنا مدينة نجع حمادي، واحد من أكبر مراكز محافظة قنا والصعيد كله بشكل عام. اتمشينا على النيل شوية هناك والجو كان حر شوية رغم إننا كنا في الشتاء. رحنا بعد كده مكان جميل جدا وهو قصر الأمير يوسف كمال. قصر يوسف كمال بناه الأمير يوسف كمال سنة 1908، وده كان حفيد إبراهيم باشا ابن محمد علي، وكان واحد من أغنى الناس في مصر وقتها. وكان بيحب السفر والصيد، وكان بيطلع رحلات لجنوب أفريقيا والهند عشان يصطاد فيها حيوانات مفترسة، واحتفظ بكتير من جلود ورؤوس الحيوانات اللي كان بيصطادها. وبرضه كان بيحب الجغرافيا وأنفق على ترجمة كتب فرنسية كتير أكترها بتتكلم عن جغرافيا قارة أفريقيا. القصر تحفة معمارية يشبه كتير البيوت القديمة في مدينة رشيد والآثار الإسلامية كتير اللي في القاهرة طبعا. ومعروض جوه القصر المقتنيات اللي كان بيحتفظ بيها، وتقريبا كان عنده قصر تاني برضه في القاهرة في منطقة المطرية، ممكن نبقى نزوره مرة إن شاء الله. عدينا بعد كده على كوبري نجع حمادي التاريخي اللي بناه نفس المهندس اللي بنى برج إيفل سنة 1896. وحاليا كل القطارات اللي بتروح الأقصر وأسوان لازم بتعدي عليه في طريقها. ركبنا بعد كده في اتجاه مدينة قنا وقابلنا في طريقنا قطر القصب، ودي سكة حديد معمولة مخصوص في الصعيد لنقل قصب السكر، ومختلفة تماما عن سكة القطر العادي، وبتمر في محافظات كتير في الصعيد. وصلنا مدينة قنا وأول حاجة رحنا في اتجاه معبد دندرة، وده تقريبا أهم مزار سياحي في محافظة قنا كلها. يدوب وصلنا قبل ما يقفل بنص ساعة بس الحمد لله لحقناه. أول ما تدخل مش هيعدي وقت طويل لحد ما تلاحظ إنه من أكتر المعابد اللي مازالت محتفظة بألوانها في مصر. حتحور واحد من المعبودات المصرية القديمة كان مركز عبادتها في معبد دندرة، وعشان كده كل العواميد منحوت عليها راس حتحور. اتجهنا بعد كده لمدينة قنا، وفي طريقنا عدينا على الجدارية الجميلة دي. ده مش صليب. لفت نظري جدا التاكسي بتاع قنا، بجد لونه مميز ومش متكرر في أي محافظة تانية في مصر بعيدا عن الألوان المعتادة زي الأزرق أو الأخضر. وبما إن كورنيش مدينة قنا حاليا مقفول للتطوير، قررنا نقعد الناحية التانية على شط النيل في المكان الجميل ده، وكان في ماتش كورة جميل شغال برضه. قعدنا القعدة الرايقة دي لحد الدنيا مظلمت، بعدين رحنا عشان نتغدى. رحنا شارع لطيف كده فيه شوية مطاعم جنب بعض ما بين شارع 23 و 26 يوليو، وأكلنا في مطعم سوري اسمه اللاذقية، وكان أكله حلو بس الكمية كانت قليلة شوية. رحنا حلينا بعد كده في محل جنبه بيعمل سندوتشات كده بس مش قادر افتكر اسمه خالص للأسف. اتمشينا في الشوارع شوية ولفتت نظرنا الكنيسة دي شكلها كان حلو أوي. وفي آخر جولتنا عدينا على مسجد عبد الرحيم القنائي، ولكن كالعادة بنوصل متأخر بعد ما بيكون قفل. وبكده تكون خلصت جولتنا في محافظة قنا. انتظروا الفيديو الجاي من محافظة الأقصر إن شاء الله، وما تنسوش تدعمونا باللايك والاشتراك.